سلام سلام، مرحبا بكم في قناتكم كوزينتك. اليوم غادي نشارك معكم تحلية رمضانية بامتياز. كتجي بنينة كريمية لذيذة وصحية وكتجي رائعة جدا، والأهم في هادشي أنها في دقائق غادي توجديها، 2 دقائق غادي توجدي التحلية ديالك. يلا بلا ما نطول عليكم، ما تنسوناش من لي لايك من التعاليق، وإلا كنتي أول مرة كتشاهدي القناة ضغطي على زر الاشتراك وفعلي رمز الجرس، هكا تكوني أول وحدة كتوصلي بجديد فيديوهاتنا. ناخد واحد 2 ديال الحبات ديال التفاح، غنزيلو لهم القشور ديالهم، ومن بعد غادي نقطعو داك اللوب ديال التفاح. غادي ندوز وندير واحد المعلقة كبيرة مملوءة جيدا ديال النشا، غادي نضيف واحد 2 ديال المعالق ديال السكر سنيدة، ومن بعد غادي نضيف واحد الساشية ديال الفلو بنكهة الموز. صراحة البنات هاد التحلية سهلة جدا وسريعة ودغيا كتحضريها، وكتجي بنينة بنينة بزاف. والأهم أنها نوعا ما صحية، من غير إلا بغيتي تبدلي داك السكر سنيدة تحيد سكر سنيدة وديري التمر، غادي تكون صحية 100%. صافي من بعد كناخد هكا داك الفرو ديالي كما كتشوفوا، غندير بنكهة البنان وغنضيف الحليب. بالنسبة للحليب غادي تخليه هنايا واحد لتر ديال الحليب، وغادي نديرو فوق النار حتى وكان كيطلع فيه الغلية، وكنحركو هكا واحد المدة ديال 3 ديال الدقائق فوق النار. كنحس بداك التفاح بدا كيدخلو هكا الطياب، من بعد كندوزو هكا كنطحنو مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كريمي جدا. كناخد هكا واحد الحبات ديال التمر كنقطعهم قطع صغيرة، كنديرهم من الاسفل ديال الكؤوس اللي غادي نملئهم بهذاك الفلو، وصافي ومن بعد كنملئهم بالفلو حتى وكان كيبردوا شويه هكا خارج الثلاجه. ومن بعد كندخلهم هكا لديك، كندخلهم الثلاجه حتى يشدوا راسهم، وغادي نكمل التزيين ديالهم. بالنسبه للزيان اختي التزيين بالنسبه للتزيين اختياري البنات. زينوا باش ما بغيتو، انا درت هاد الزيين البسيط جدا. خديت هكا واحد الحبه ديال البنان، وخديت واحد الحبه ديال لافوكا وقطعتهم هكا. بحال بالنسبه للبنان قطعته على شكل دائري، وبالنسبه للافوكا هكا قطعتهم مرصويات هكا على شكل نصف دائره. ودرت هاد الزين كما قلت لكم البسيط. المهم بالنسبه لعندكم اختاروا الزين اللي بغيتو، ولكن هكا كيجي الفلو بارد تبارك الله، وكيجي كريمي وزوين زوين بزاف بالنكهه ديال البنان والتفاح، كيجي خطير جدا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا في الكومنتير كي جاكم. دابا وصلت نهايه الفيديو، ما بقى غير غنقول لكم دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء. باي باي.